السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. سنة رابعة. معايا النهاردة احنا خدنا الدرس الأول علوم الحصة اللي فاتت. النهاردة هنشتغل الدرس التاني تبع برضو الأجهزة والطاقة. والنهاردة هنتكلم عن حاجة حلوة جدا وهيبقى درس ممتع جدا، وفي آخر الفيديو هتلاقوا حل أسئلة الدرس الأول. تابعوا الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك واعملوا مشاركة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من أصدقائكم. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا قبل كده ان الطاقة صورة ان الأجهزة بتعمل طبعا بالطاقة، وقلنا ان الطاقة الشمسية بنستمدها من الشمس، ومن خلال الألواح الشمسية بنبتدي نحول الطاقة إلى أشكال كتيرة من صور الطاقة اللي احنا بنستخدمها. طاقة كهربية، طاقة حرارية، وبنبتدي نستخدمها في حاجات كتيرة زي الأجهزة المنزلية، زي الألعاب بتاعة الأطفال، وبنستفيد بيها في حاجات كتير جدا. وعرفنا برضو في نهاية الفيديو اللي فات عرفنا عربة كيريوستي اللي هم استخدموها، هي يعتبر روبوت استخدموه في استكشاف الفضاء، وعرفنا ان هي بتستخدم بطارية طويلة الامد علشان تفضل فترة طويلة موجودة في الفضاء او موجودة في كوكب المريخ، وتشتغل بأجهزة الاستشعار. يعني بتستخدم طاقة حرارية وطاقة حركية علشان تستكشف المريخ وتعرفنا ايه اللي هناك. ده كان نهاية الدرس. هنبتدي النهاردة برضو نعرف تاني عن الأجهزة والطاقة وبتشتغل ازاي. طيب، هل الطاقة دي بتتغير من صورة للتانية؟ ايوه طبعا، الطاقة بتتغير من صورة لأخرى، وبتتحول من طاقة مستهلكة لطاقة ناتجة أو طاقة منتجة أو طاقة خارجة. يعني لما نقول الطاقة المستهلكة ايه هي؟ الطاقة المستهلكة هي الطاقة المدخلة اللي هي داخلة لعمل الجهاز اللي انا هشتغل عليه. طيب، وفي حاجة كمان اسمها الطاقة المخرجة او الطاقة الناتجة. يبقى الطاقة الناتجة اللي هي نتجت عندي، هي جاية من اسمها، هي الطاقة المخرجات اللي هي التي نتجت عن تشغيل الجهاز. طبعا هي نتجت عن تشغيل الجهاز. يعني لما اقول بالنسبة مثلا للتلفزيون، الطاقة المستهلكة فيه ايه؟ او الطاقة اللي دخلت له ايه؟ الطاقة اللي دخلت له طاقة كهربية. طيب نتجت عنها ايه؟ نتجت عنها طاقة صوتية، نتجت عنها طاقة ضوئية، اتحولت لي لمخرجات. المخرجات اللي هي الطاقة اللي نتجت لي في النهاية ايه؟ يعني دخلت لها طاقة لتشغيل الجهاز، يعني دخلت لها طاقة كهربية، اتحولت الطاقة الكهربية دي داخل الجهاز إلى طاقة ناتجة أو طاقة مخرجة، اللي هي تعتبر زي ايه؟ للتلفزيون هتعتبر طاقة صوتية، بسمع صوت. هتعتبر طاقة ضوئية، بشوف صورة وبشوف حركات في التلفزيون، يبقى نتجت لي طاقة ضوئية وصوتية وكمان حركة يعتبر يعني. طيب، لما اتكلم مثلا عن مجفف الشعر الكهربي، لما اتكلم عن مجفف الشعر الكهربي زي ما هنشوف في الصورة اللي هنزلها لكم، هنلاقي ان الطاقة الكهربية دخلت للمجفف الشعر، اتحولت لطاقة ايه؟ اتحولت لطاقة حرارية، طلعت لي حرارة لان هو طبعا بيبقى سخن. طلعت لي طاقة صوتية، طبعا بيبقى فيه صوت عالي. طلعت لي طاقة حركة اللي هي الهواء فيه حركة فيه. فبالتالي في مدخلات طاقة كهربية انتجت لي المخرجات اللي هي طاقة حرارية. يبقى لما نتكلم عن مجفف الشعر، المدخلات هنا ايه؟ المدخلات طاقة كهربية. طيب بالنسبة للمخرجات، المخرجات هتبقى ايه؟ طاقة حرارية وصوتية وحركية. يبقى دخلت له طاقة كهرباء، طلع لي طاقة حرارية وطاقة حركية وصوتية. طيب لما اتكلم عن سيارة لعبة، لما اتكلم عن سيارة لعبة بتاعة الأطفال،
هقول فيها ان المدخلات ايه؟ المدخلات طبعا برضو طاقة كهربية من خلال البطارية. هتبقى البطارية بتطلع لي طاقة كهربية، والمخرجات بتاعتي هتبقى طاقة حركة لان السيارة هتتحرك. هتطلع لي كمان طاقة ضوئية لان فيها مثلا انوار. هتطلع لي طاقة صوتية لان فيها اصوات، السيارة لما هتمشي هتعمل اصوات، فبالتالي يبقى طاقة صوتية. دي امثلة بسيطة. طيب بالنسبة عربة استكشاف الفضاء اللي اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات، لما اتكلم عن المدخلات بتاعتها والمخرجات هتبقى ايه؟ هتكلم عن المدخلات، هقول ان هي داخل لها طاقة شمسية. الطاقة الشمسية اتحولت جوه لطاقة كهربية، فبالتالي نتجت لي ايه؟ او اخرجت لي طاقة ايه؟ اخرجت لي طاقة كهربية. يبقى هتكلم مثلا عن طاقة قطار الملاهي. قطار الملاهي ده الطاقة اللي داخلة فيه ايه؟ طاقة كهربية. طيب الطاقة الكهربية انتجت عنها ايه؟ او اخرجت طاقة ايه؟ اخرجت طاقة حركية، اخرجت طاقة حرارية لان في حرارة نتجت عن الحركة، اخرجت طاقة حركية، اخرجت طاقة صوتية. بالتالي اخرجت كذا طاقة من خلال الطاقة الكهربية اللي دخلت لها او من خلال الحركة اللي اتحركتها. كده عرفنا اول جزئية بتتكلم ان الطاقة ايه المستهلكة بتنتج عنها ايه، بتتحول جوه الاجهزة لطاقة ايه وبتنتج عنها طاقة ايه. وده كان امثلة بس بسيطة من اللي عندنا في الدرس. طيب بالنسبة لصور سلاسل الطاقة عندنا، يعني ايه سلاسل الطاقة؟ يعني هي بتبقى سلسلة مترتبة حلقات ورا بعضها. ازاي يعني الكلام دوت؟ يعني هقول لما الشمس بتديني طاقة ضوئية او بتديني طاقة حرارية في الارض، ايه اللي بيحصل؟ بيستفيد منها النبات، فبالتالي النبات بينمو وبيكبر، فبيتحول الطاقة الضوئية اللي خدها من الشمس لطاقة كيميائية وبتتخزن جوه النبات. لما اجي اقول ان الانسان هيستفيد من النبات دوت، وليكن كانت شجرة تفاح، شجرة برتقال، اتخزنت جواها طاقة الشمس لطاقة كيميائية، اتحولت جواها لطاقة كيميائية، فبالتالي انا هاخد ثمر النبات اللي طالع من الشجرة هستفيد بيه كإنسان، فبالتالي هيتحول الطاقة الكيميائية اللي كانت جوه النبات لداخل الإنسان هتتحول لطاقات كتيرة. هقدر ان انا اتحرك واعمل اي انشطة انا اقدر اقوم بيها، لاني اتحولت الطاقة الكيميائية لطاقة حركة، اتحولت الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية. حسيت بالدفء او حسيت لو احنا مثلا في فصل بارد هنحسه بالدفء لان انا وصلت لي طاقة كيميائية. ايه تاني؟ هحس بطاقة حركة لان انا هبتدي ان انا اتحرك، فبالتالي استفدت من الطاقة الكيميائية وتحولت لطاقة حركة. يبقى لما نقول الشمس هي المصدر الأول لكل الطاقات على الوجه الأرض، هنقوله المصدر ده اتحول للنبات، وصل للنبات ضوء الشمس، وصل للنبات ضوء الشمس، فبالتالي نتج عنه طاقة كيميائية واتحولت الطاقة الكيميائية دي قلنا لإيه؟ للنبات، والثمر تحول أو استخدمه الإنسان وتحولت الطاقة الكيميائية لداخل الإنسان، فبالتالي إيه اللي حصل؟ الطاقة الكيميائية هنا اتحولت لإيه؟ هنقول الطاقة الكيميائية اتحولت إلى طاقة حركة، الإنسان بدأ يتحرك، اتحولت لطاقة حرارية، حسيت اتحولت جوه الإنسان الطاقة الكيميائية ديت لحرارة، فبدأ الإنسان يشعر بحرارة،
ويبقى كده ان الطاقة الكيميائية اتحولت داخل الانسان لكذا حاجة، يعني واتحولت لطاقة صوتية، قدرت ان انا اتكلم، بقدر ان انا امارس حياتي الطبيعية، بقدر ان انا اتكلم واروح الشغل، اروح المدرسة، فبالتالي هينتج عنها كذا طاقة داخل الانسان. يبقى لما نقول الجزئية دي تاني، سلاسل الطاقة ايه هي مصدرها؟ مصدر الاول هو الشمس. طيب الشمس وصلت للانسان ازاي بطاقة كيميائية؟ الاول وصلت للنبات، فبالتالي النبات قدر ان هو ينمو، ولما النبات نمى بالتالي الانسان اخد الثمر من النبات واستفاد بيه، ولما اكل الثمر بتاع النبات اتحولت الطاقة الكيميائية اللي كانت جوه النبات اتحولت لداخل الانسان، وقدر ان هو يستفيد بيها ويحولها لطاقات مختلفة. طيب لما اتكلم عن صور تاني من صور تحول طاقة الشمس الى طاقات تانية غير النبات، هنقول ان الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس برضو ساعدت النبات ان هو يعمل عملية بناء ضوئي، وان هو ينمو ويكبر، وبالتالي خزن جواه طاقة برضو كيميائية، والنبات حجمه كبر. فبالتالي لما الانسان يجي يقطع الاشجار ويجي يعمل لها عملية احتراق، هيحرق الخشب بتاع الاشجار، هيتحول الطاقة ديت لطاقة ايه؟ طاقة حرارية، هقدر ان انا استفيد بيها، هسخن مياه، فبالتالي هتطلع لي طاقة حرارية، وهتطلع لي طاقة ضوئية، هتطلع لي تدفئة، هتطلع لي حاجات كتيرة جدا. وهقدر ان انا استفيد كمان من الخشب بتاع الاشجار او الاخشاب بتاعت الاشجار اللي هي بتدفن تحت الارض، هتطلع لي برضو فحم او غاز طبيعي، ودوت هقدر ان انا برضو احوله لطاقات تانية، لطاقة كهربية، او الغاز الطبيعي برضو هيقدر يولد لي طاقة كهربية، والفحم برضو هقدر اولد من خلاله طاقة كهربية. يبقى انا كده برضو سلسلة الطاقة هي برضو اساسها الشمس، وبينتج عنها سلاسل اخرى زي ما حكينا دلوقتي. يبقى هنقوله برضو الطاقة الضوئية. الطاقة الضوئية ايه اللي حصل فيها؟ طبعا اللي جاية من الشمس نتج عنها طاقة كيميائية. طاقة كيميائية فين؟ في النبات، ومن خلال حرق الأشجار. ايه اللي نتج عنهم؟ نتج طاقة حرارية. اقدر استعملها في تسخين الماء. كمان محطات توليد الكهرباء عندنا محطات توليد كهرباء بتستخدم اكتر من مورد للطاقة. محطات توليد الكهرباء بتستخدم اكتر من مورد عشان تولد لنا كهرباء. زي ايه مواردها؟ هقدر اقول ان بتولد الكهرباء عن طريق الفحم، وقلنا طبعا الفحم بيجي ازاي، الغاز الطبيعي، وقلنا كمان الطاقة الحركية، طبعا زي ما قلنا في توليد الكهرباء عن طريق حركة المياه زي السد العالي. طبعا احنا عارفين ان هو في توليد كهرباء من خلال محطات كهرباء السد العالي، بيولدوا الطاقة من خلال تدفق المياه او حركة المياه المتدفقة، يبقى من طاقة حركة المياه. كمان اقدر اولد الكهرباء عن طريق الرياح، زي ما قلنا قبل كده في الدراسات، بولد الطاقة الكهرباء من الرياح من خلال طاقة الرياح. طبعا المروحيات الكهربائية، المروحيات اللي بستخدمها بتولد لي طاقة كهربية من خلال الرياح. كمان محطات توليد الكهرباء اللي بتعمل بالطاقة الشمسية، يعني بقدر استخدم الكهرباء في اكتر من مورد ليها، بقدر اطلع كهرباء في اكتر من حاجة عن طريق فحم او غاز طبيعي او حركة المياه او حركة الرياح او الطاقة الشمسية. طيب ايه كمان؟ هقدر اقول ان الاشجار لما بتاخد طاقة ضوئية من الشمس، زي ما قلت بتكون بقايا الاشجار الضخمة اللي بتدفن تحت سطح الارض، طبعا بعد مرور سنين طويلة جدا بتكون طاقة كيميائية.
وبتدفن تحت الارض، فبتطلع لي ايه؟ الفحم. الفحم ده لما بعمل له احتراق بيولد لي طبعا طاقة حرارية وطاقة حركية اقدر استفيد بيها طبعا في محطات توليد الكهرباء زي ما كنا لسه بنتكلم. يعني الاشجار برضو ولدت لي طاقة كيميائية. الطاقة الكيميائية مع مرور السنين الاشجار الضخمة بتدفن تحت الارض، فبالتالي بتبتدي ان هي تتحول مع مرور السنين كتير، بتتحول لفحم وغاز طبيعي. اقدر من خلال الطاقة الكيميائية اللي فيهم تتحول لطاقة حرارية هتطلع لي حرارة او هتطلع لي طاقة حركة اقدر استخدمها في توليد برضو الكهرباء في محطات الكهرباء. كمان قلنا مجفف الشعر. مجفف الشعر دوت طبعا بيعمل بالكهرباء. طيب بيعمل بالكهرباء، حول الكهرباء اللي دخلت له ديت لايه؟ حول الكهرباء لطاقة حرارية وطاقة صوتية وطاقة حركة، طبعا حركة الهواء اللي بيطلع منه. كل دوت اقدر استنتج منه ايه؟ ان الطاقة اللي بتدخل جوه الجهاز بتطلع لي طاقة مختلفة عن اللي دخلت تماما. وفي كمان حاجة مهمة جدا، ان في حاجة اسمها الطاقة المهدرة او المفقودة. يعني ايه الطاقة المهدرة او المفقودة؟ يعني كل ما بستخدم طاقة بيبقى فيه طاقة تانية مهدرة انا ما بستفيدش بيها خالص. زي ايه؟ زي من خلال مجفف الشعر. انا دلوقتي بستخدم الحرارة بتاعته فمش محتاجة الحركة، دي طاقة بالنسبة لي مفقودة. مش محتاجة الصوت، دي طاقة بالنسبة لي مفقودة. يعني الكهرباء اللي انا استخدمتها من خلال مجفف الشعر نتجت عنها كذا طاقة. طب انا اللي محتاجه ايه في مجفف الشعر؟ محتاج طاقة حرارية بس. الطاقتين الباقيين انا مش محتاجهم، فبالتالي دول بالنسبة لي طاقة مهدرة. يعني ايه طاقة مهدرة؟ هي طاقة تتسرب من صور الطاقة. هي طاقة بتتسرب من صور الطاقة ولا تستخدم. تمام، يبقى كده درسنا النهاردة خلص. وزي ما قلت لكم هنراجع تاني الجزئية اللي احنا خدناها النهاردة. هي جزئية سهلة جدا وبسيطة، بس هنراجعها بسرعة علشان التذكرة، وهنحل ان شاء الله على طول بعدها اسئلة الدرس اللي فات مع بعض ان شاء الله. دلوقتي قلنا الدرس التاني هو الطاقة تبع الأجهزة والطاقة. الطاقة المستهلكة يعني هي الطاقة اللي بتدخل عشان تشغل الأجهزة. طب الطاقة الناتجة هي ايه؟ هي الطاقة المخرجة اللي نتجت عن تشغيل الجهاز. زي أمثلة قلنا زي مجفف الشعر، الطاقة اللي داخلاله طاقة كهربية اتحولت لمخرجات زي طاقة حرارية وطاقة صوتية وحركة. طيب سيارة اللعبة بتاعت الأطفال اللي بتعمل بالكهرباء. بالكهرباء ازاي؟ لان هي فيها بطارية، البطارية دي فيها طاقة كيميائية. قلنا فيها طاقة كيميائية اتحولت لطاقة حركية وطاقة ضوئية وطاقة صوتية وحركية طبعا. وبعد كده اتكلمنا عن سلاسل الطاقة، وقلنا ان سلاسل الطاقة دي مصدرها الاول هي الشمس. الشمس بتمد النبات بالطاقة الكيميائية، فبالتالي النبات بينمو والإنسان بيستفيد من النبات، فبيدخل الطاقة الكيميائية دي داخل جسم الإنسان، وبتتحول داخل جسم الإنسان إلى طاقة حركة، طاقة حرارية، طاقة صوتية، أي طاقات الإنسان بيقدر إن هو يعملها. كمان الطاقة الضوئية ديت اللي من الشمس بينتج عنها طاقات كيميائية في النبات. من خلال حرق الأشجار أقدر أحصل على طاقة حرارية لتسخين المياه، أو أستفيد بيها في أعمال المنزل في أي حاجة. محطات توليد الكهرباء هي موردها إيه؟ أقدر أولد الكهرباء في المحطات عن طريق إيه؟ عن طريق إن أنا أستخدم الفحم أو الغاز الطبيعي أو حركة المياه أو الرياح أو الطاقة الشمسية زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات. طيب في حاجة اسمها الطاقة المفقودة أو الطاقة المهدرة، هي دي بتتسرب من الطاقة اللي أنا بستخدمها. يعني أنا بستخدم طاقة بينتج عنها كذا صورة من صور الطاقة، فبالتالي أنا محتاج واحدة بس من صور الطاقة. الطاقة اللي أنا مش بستخدمها دي بتبقى اسمها طاقة مهدرة أو طاقة مفقودة بالنسبة لي، أنا مش محتاجها. وكده يبقى درسنا النهاردة خلص. درس خفيف وشيق جدا وبسيط خالص. هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول مع بعض. تابعوا معايا، وأنا كنت بعت صورتها قبل كده، هنحلها مع بعض.
الأسئلة بتاعت الدرس الأول زي ما قلنا. أول سؤال، أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين. طبعا الصورة هتظهر لكم دلوقتي بتاعت الأسئلة علشان تحلوا معايا. أول حاجة، عربة التحكم عن بعد اللي هي كيوريوستي صممت لاستكشاف ايه؟ عندنا الاختيارات كوكب المريخ ولا القمر؟ طبعا كوكب المريخ. طيب السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد تستخدم الطاقة ايه؟ السيارات اللي انا بتحكم فيها عن بعد كنا بنتكلموا الحلقة اللي فاتت، قلنا ان هي بتستخدم الطاقة الكهربية. طيب تنتج الخلايا الشمسية طاقة ايه؟ الخلايا الشمسية اللي بستفيد بيها في طاقة ايه؟ بتنتج لي طاقة كهربية، لانها طبعا مش هتنتج طاقة حركية، هي هتنتج طاقة كهربية، ومن خلال طاقة الكهرباء هقدر استفيد بيها في طاقة حركة او اي طاقات انا محتاجها. طيب يبعد كوكب المريخ عن كوكب الارض مسافة قد ايه؟ مسافة صغيرة للغاية ولا كبيرة للغاية؟ طبعا هي مسافة كبيرة للغاية، لان هي المسافة بعيد جدا عن كوكب الارض. طيب تستخدم الطاقة ايه الناتجة عن الخلية الشمسية في تشغيل الهاتف المحمول؟ الطاقة ايه اللي بتستخدم؟ الطاقة ايه اللي بنستخدمها وبتنتج من الخلية الشمسية؟ طبعا الطاقة اللي انا هستخدمها في الهاتف المحمول هي طاقة كهربية، وانا مستخدمها من الطاقة الشمسية، يبقى حولت لي الالواح الشمسية الطاقة الى كهربية واستخدمتها في تشغيل الهاتف المحمول، هي طبعا طاقة كهربية مش حرارية. تاني سؤال، ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية. يمكن أن تتحول الطاقة في الأجهزة من صورة إلى أخرى؟ أيوة طبعا يمكن أن هي تتحول من صورة لأخرى. تحتاج عربة استكشاف المريخ كيوريوستي إلى مصدر للطاقة لكي تعمل؟ أيوة طبعا هي بتحتاج مصدر للطاقة، يعني علامة صح، إن هي مصدرها هي بطاريات طويلة الأمد. تختزن بطارية السيارة اللعبة طاقة كيميائية بداخلها؟ أيوة فعلا صح، هي بتختزن طاقة كيميائية وبتحولها لطاقة حركة أو صوتية، بتحولها لكذا طاقة. لا تحتاج الأجهزة إلى طاقة لتشغيلها؟ لا طبعا الإجابة دي غلط، هي بتحتاج الأجهزة لطاقات عشان تشغلها. انظر السؤال الثالث، انظر إلى الصورة ثم أكمل الجمل التالية. طبعا الصورة اللي قدامنا ديت هي صورة عربة الفضاء كيوريوستي اللي استخدموها لاستكشاف كوكب المريخ. الجهاز الموجود دوت بيسمى ايه؟ قلنا عربة استكشاف المريخ كيوريوستي. وظيفة الجهاز دوت هي استكشاف ايه؟ استكشاف كوكب المريخ. طيب بيتم التحكم في الجهاز عن بعد؟ طبعا بيتحكم في الجهاز عن بعد. رابع سؤال، اكتب المفهوم العلمي. الطاقة التي يتم تخزينها في البطاريات، ايه هي الطاقة اللي بستخدمها في تخزين البطارية؟ هي طبعا طاقة كيميائية. طيب تاني سؤال، جهاز يقوم بتحويل طاقة الشمس إلى طاقة كهربية، ايه هو الجهاز اللي بستخدمه يحول لي طاقة الشمس ديت لطاقة كهربية؟ طبعا هي الخلية الشمسية، هي اللي بتحول لي الطاقة الشمسية إلى كهرباء. لا تستخدم، رقم 5، لا تستخدم عربة استكشاف الفضاء البطارية قصيرة الأمد كمصدر للطاقة. ليه ما بستخدمش عربة الفضاء كمصدر للطاقة؟ طبعا لأن المسافة بعيدة جدا، كوكب المريخ بعيد جدا، فبيحتاج مسافة طويلة علشان البطارية بتاعت عربة كيوريوستي تفضل مستمرة معاه لفترة طويلة. قلنا بيقعد 6 شهور عشان يصل لكوكب المريخ، فبالتالي محتاج بطارية طويلة الأمد علشان تقدر ان هي تواصل الفترة ديت وتحول كمان الطاقة لطاقة حركية وطاقة حرارية لتشغيل أجهزة الاستشعار عن بعد. وبكده يبقى خلصنا أسئلة الدرس الأول، وانتظروا الفيديو اللي جاي هنحل برضو أسئلة الدرس التاني، هبقى انزل لكم الصورة بتاعتها علشان نحلها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، اللي ما عملش يروح دلوقتي يعمل علشان نوصل الفيديو لأكبر عدد من المستفيدين.